السلام عليكم. أنا الصراحة مش عارفة إذا كانت مقصودة يعني والّا هي جات صُدفة، بس أيًا كان كده والّا كده، هو ذكاء خارق إن أنتم تعملوا حاجة حلوة أوي يا محلات الحلوانية، ويبقى بقى سباق جامد جدًا وتفوزوا أنتم بأول السباق تقريبًا، وفي نفس الوقت يبقى فيها كده نوع من أنواع الترفيه. يعني سيبكم بقى من كنافة بالمانجا وبالفراولة والحاجات دي، وتعالوا بقى لسلطانة عاملة لكم البريكة السنة دي حاجة كده يعني بصراحة تقيلة جدًا بس حلوة أوي. طبقة كريمة بقى كده وطبقة صوص كراميل وطبقة كمان من الكنافة وطبقة آيس كريم تحفة، وكمان من فوق طبقة شوكولاتة كده سميكة جدًا، ما ينفعش تقطعها بالسكينة، لازم تكسرها الأول بمعلقة. لأ ونسيت أقول لكم كمان إن فيها براونيز، يعني كل الطبقات دي في حاجة واحدة بس. هي حجمها ما كانش كبير أوي زي ما أنا شُفتها كده في الفيديوهات اللي شُفتها قبل كده، هي حجمها متوسط، بس يعني القطعة زي اللي في الطبق دي كفاية جدًا، لإنها تقيلة جدًا، فيها كمية سكريات فظيعة. بس ده مش معناه إن هي مش حلوة وجميلة، وأنا بقى تقريبًا عكس الناس كلّها، الناس قالت إن طبقة الكنافة اللي فيها قليلة وده ما بيميزهاش أوي، لأ أنا شايفة إن هو بيميزها، لإن أنا مش عايزة كنافة أحس بيها أوي في حاجة زي كده، أنا باكل الكنافة أنواع وأشكال وحاجات بنعملها في البيت كتير أوي، مش هنيجي كمان مع الآيس كريم ونبقى عايزين نستطعمها يعني.